فعندنا 3 طرق للعب، طريقة الهيليكوبتر وطريقة التو هاند وطريقة الهوك. الهوك دي بيستخدمها معظم اللاعبين في أوروبا وفي الدول العربية. ظهرت فترة اللي هي لعبة التو هاند أو طريقة التو هاند، ودي بيتخرم فيها الكورة صباعين فقط، وبيلعب اللاعب وهو داخل بيلعب بطريقة تو هاند، ودي حاجة لازم نشوفها لايف على الخط نفسه يعني. طريقة الهليكوبتر موجودة في دول شرق آسيا وبيلعبوها برضو لغاية دلوقتي، هي أول من أنشأوها أو اخترعوها ومستمرين فيها. نيجي حضرتك بقى لأهم شيء اللي هو الملعب نفسه. طبعا الملعب نفسه، انت حضرتك لما بتتوجه لاي مركز بولينج موجود في جمهوريه مصر العربيه، واحنا عندنا مراكز كتيره في جمهوريه مصر العربيه، وعلى راسهم المركز الدولي للبولينج، المركز الدولي المعتمد او العالمي المعتمد في الاتحاد الدولي، اللي تقدر نقيم عليه بطولات دوليه ومحليه وعربيه وافريقيه وجميع انواع البطولات. ده في بخلاف طبعا بعض المراكز التانية في دار المشاة، في الحرس الجمهوري، في بعض الأماكن في جمهورية مصر العربية، في شرم الشيخ، في الغردقة، في العين السخنة، في بورسعيد، في إسماعيلية. يعني في البولينج منتشر على مستوى جمهورية مصر العربية كتير جدا. لما بنيجي حضرتك نتوجه لمركز البولينج، احنا بنخش بنلاقي فيه كل الأدوات بتاعتنا اللي احنا نقدر نلعب بيها اللعبة بكل اريحية. في شوز خاص باللاعب ممكن انك انت تاخده وتلبسه المقاس بتاعك وتتوجه على الكاونتر تحجز البولينج بتاعك، وبعد كده تطلع جيم البولينج، وبعد كده تطلع على الخط تاخد الكرة المناسبة ليك وتبتدي تلعب الجيم بتاعك. الجيم بتاعك بيتكون من 10 فريمات او 10 مربعات موجودين فوق، من 1 ل9 بيبقى ليك رميتين، العاشر بيبقى ليك 3 رميات. طبعا لو جبت في الرمية سترايك اللي هي علامة الاكس، فانت كده خلاص هو الفريم بتاعك خلاص هو بقى مربع واحد. لكن لو جبت 9 فبيدي لك فرصة مرة تانية عشان خاطر تقفل، ودي في الحالة ديت بيبقى سبير، يعني بيبقى الاسترايك اللي هو الرمية الكاملة أو التهديف الكامل. 9 بيبقى 9، وبعد منها لو وقعت البن اللي ناقص التاني، أو لو 8 والاتنين بن التانيين وقعتهم، أصبحت كده سبير، بيبقى قفلت الفريم، خدت 10 نقاط. طبعا الحسبة بتاعت الجيم حسبة طويلة جدا، يعني ما فيش داعي ان انا اسردها دلوقتي عشان ما اشغلش بال حضراتكم. لكن لعبة البولينج لعبة شيقة. انت حضرتك بتلعب بالكورة، بتنزل على الخط الخشب اللي قدامك لحد ما توصل للبنز، وفي البنات مرتبة بطريقة زي المثلث: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 بنات، وفي فوق في المكنة من فوق بيبقى فيه 10 بنات تانيين منتظرين الرمية الأولانية بتاعتك هتعمل فيها ايه. إذا وقعت 10 خلاص بينزلوا 10 التانية وينقل على الفريم التاني. إذا وقعت 9 فبينزل السويبر أو الكانس بتاع المكنة يكنس البنز اللي وقعت اللي هم ال9 بن، وينزل البن اللي ناقص في مكانه أيا كان مكانه إيه من 1 ل10، وبعد كده بتكمل الرمية عليها. بعد ما حضرتك بتخلص الجيم بتاعك بيظهر سكور. السكور بتاعك ده لو في الايام، لو في الناس العاديه اللي هم الجست العادي، فده خلاص انت عرفت انت جيماتك كام. لكن بالنسبه في البطولات، بتبقى البطولات بتقام بكذا نظام، منها نظام التوتال جيمز، يعني ممكن نلعب 24 جيم وناخد التوتال بتاعهم. ممكن نلعب ترايلز، محاولات، وناخد افضل محاوله. المحاوله ممكن تكون 6 اشواط. ممكن ناخد اعلى مجموع محاولتين والمحاوله تبقى 3 اشواط، على حسب كل اتحاد ما بيتم تنظيم البطوله بتاعته، سواء كانت البطوله دي فردي او مفتوحه او ترايلز. البطولات الثابته الوحيده اللي بيتم تنظيمها وفقا لقانون الاتحاد الدولي اللي هي بطولات الفرق. بطولات الفرق دي بتبقى ثابته، عندنا 6 لاعبين ثابتين في كل منتخب دولة أو كل منتخب الاتحاد. طبعا الاتحاد بيمثل دولة، و 4 بنات أو 6 بنات، يعني هو احنا بنقول 4 عشان خاطر ترشيدا للنفقات يعني، أو تقليلا للنفقات، ولكن في القانون. وتابعونا. هذا البرنامج برعاية